هنعمل بقى أجمل كشري مصري ممكن تاكلوه في حياتكم، وكمان أحلى من بتاع بره، والبصل بتاعه بيقرمش جدا. أنا أمنية أشرف. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي فولو لايك شير، وما تنسوش تشتركوا في القناة. ويلا بينا. هحمص بقى الشعرية الأول ومش هحط لها زيت ولا أي حاجة. أنا هوطي النار وهحط الشعرية وهيبقى عيني عليها كده، أفضل أقلب عليها وأنا رايحة وجاية علشان ما تتحرقش مننا. وكده الشعرية بتاعتنا جاهزة معانا. هسلق بقى 400 جرام من المكرونه، وهنزل عليها كمان كوبايه من الرز. هسلق الاتنين مع بعض، وحطيت للميه شويه من الملح والزيت. اول ما المكرونه تدخل في السوا، انا مش هركز مع الرز على قد ما هركز مع المكرونه. هطفي عليها بقى وكمان هصفيها. ابدا بقى دلوقتي اقطع من 3 ل 4 بصلات كده. علشان اعمل البصل هحط على البصل شويه من الملح ومعلقه كده من الدقيق، وافضل اقلب كويس بالطريقه دي. وقطعت البصل حلقات. صينية بقى فيها شوية من الزيت، يكون حبة حلوين كده من الزيت. وهبدأ انزل البصل وافضل اقلب فيه، وطبعا نبقى معليين النار علشان ما يطرش مننا. اول ما اللون يبقى احمر كده زي ما انتم شايفين، هشيله بقى من البصل واسيبه شوية على الجنب. هفرم بقى دلوقتي بصلتين، وبعدين هاخد نص البصل وانزله في صينيه كده مع شويه من الزيت. واول ما البصل يدبل بس هنزل بقى تلت الحله ميه، علشان هنزل فيها العدس بجبه. هنزل بقى معلقة كبيرة من الكمون. وغسلت بقى كوباية من العدس بجبة كويس، وبعدين هنزلها على المية دي واسيبها بقى تستوي براحتها. هجهز الصلصة بقى، هاخد الكمية التانية من البصل وانزل عليها معلقة من الثوم مع شوية زيت. واول ما البصل يحمر شوية هنزل معلقتين كبيرة من الصلصة، وبعدين هنزل عصير الطماطم. هحط التوابل بقى، احط ملح وفلفل وكمون وكزبرة ومعلقة صغيرة من السكر، وهسيبها بقى تتسبك. ونرجع بقى للعدس بجبة. هو كده العدس دخل في السوا. هظبط بقى الملح بتاعه، حطيت معلقة كده من الملح، وبعدين هنزل الشعرية عليه واقلب كده. وقت لما بنزل الشعرية بيبقى فيه شوية صغيرة من المية، وبعدين هنزل بقى كمان المكرونة والرز واقلب كويس جدا. هضيف لها بقى معلقتين 3 كده من الزيت بتاع البصل، وهغطيها بقى واوطي النار خالص لغايه ما تتلدن والكشري يستوى ويبقى جاهز معانا. لو لقيتوا الرز لسه فيه العقده كده، ترش عليها شويه من الميه وهي هتستوى بسرعه جدا. جاهز بقى الدقه. هفرم 4 5 فصوص من الثوم مع شويه من الملح، وبعدين هحط معلقه كده من الكزبره ونص معلقه من هريسه الشطه، وهنزل عليها ميه مغليه كوبايتين كده، او لو حابين اكتر، وربع كوبايه من الخل. هدوق بقى كده عشان اشوف محتاجه ملح او خل ولا لا. اخر حاجة بضيفها معلقة كبيرة من الصلصة اللي احنا عملناها. الصلصة جاهزة معانا. هبدأ بقى ارص الطبق الكشري بأي طريقة انتوا حابينها، واحط عليها بقى الدقة والصلصة. طعمها تحفة. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. الف هنا.